لو عندك مشكلة في تفريع الطماطم، هقول لحضرتك طريقة سهلة وبسيطة ونتائجها ممتازة. هتشوفها من خلال الفيديو ان شاء الله. هتريحك من كتر رش مغذيات وحاجات تفريع علشان الطماطم تبقى عندك زي ما حضرتك شايف دلوقتي. النبات مالي الخط، مش عالي. التفريعات ما شاء الله زي ما حضرتك شايف. النبات كله فروع، وكل الموضوع ما خدش معانا، او الشكل النبات ده كده ما خدش معانا غير اسبوع من الطريقه اللي هنقول عليها في الفيديو. ولو حابب تشترك معانا في القناه وتعرف كل فيديو جديد بننزله على القناه، ممكن تشترك معانا في القناه وتدوس على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنحمله على القناه. نبدا مع بعض الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي متابعي قناه زراعه اونلاين. معكم المهندس محمود ادم. ان شاء الله النهارده ده فيديو مهم جدا، معلومات مهمه جدا لكل حد بيزرع طماطم والتفريع عنده بيكون ضعيف. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي عندنا التفريع هنا ضعيف في الطماطم. عايزين نزود التفريع في الطماطم او عدد افرع في الطماطم. هنعمل مع بعض حاجه بسيطه او فكره بسيطه عملناها من السنه اللي فاتت، وبعد كده السنه دي بنطبقها على مساحه كبيره خالص من الزراعات. هنعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك عندك حاجتين: يا اما تبدا الشتله تنيمها بالايد زي كده وتفرز الشتلات بعيد عن بعض، فبيحصل ايه لما الشتلات بتنام كده؟ بيبدا الفروع الجانبيه اللي زي دي كده تبدا تكبر وتطول، ويبدا التفريع يزيد عند حضرتك في الارض او في المزرعه. يا اما الطريقه التانية، بتشغل اول مره بشبوري او الموتور الرش بضغط جي شويه، يبدا النباتات عندك تنام بالوضع ده كده، فيبدا التفريع او الفروع الجانبيه تبدا تشتغل، والفروع الرئيسيه اللي هنا تبدا تقل شويه، فيبدا التفريع عندك في الشجره نفسها يبدا يزيد. الفكره في كده ايه؟ ان في حاجه اسمها السياده القميه والسياده الجانبيه. لما يبقى عند حضرتك النبات واقف بالوضع ده كده، بيبقى فيه السياده القميه، بتبقى السياده الجانبيه بتبقى ضعيفه شويه. لما نبدا ننيم النباتات زي ما حضرتك شايف دلوقتي، بننيمها في الخط، بنوزعها على الخطوط سواء بايدك او بالموتور الرش او اول رشه، بيبدا عندك السياده الجانبيه تبدا تشتغل، والسياده القميه بتبقى نموها بطيء او ضعيف. دي الفكره كلها. لما يبدا الشجره عند حضرتك تنام سواء بايدك او بالموتور او بالعمال، بيبدا السياده الجانبيه بتبدا تزيد اكتر، ويبدا معدل النمو يبقى اكتر. احنا هنبدا ننام جزء كده زي ما حضراتكم شايفين، بس كل ما يكون بدري يكون افضل. بتكون الساق هنا طريه وما يحصلش عليها اي كسر، عشان النبات عندنا ما يموتش. فيبدا هنوزع الشتلات زي ما كده، يبدا نايمها. نوزع الشتلات في الارض كده. لو هنعمل بايدينا نوزعها على الخطوط عشان يبقى الخط كله مكتمل. هيبقى تنييم الخط بالشكل ده كده. ونشوف الحته دي بقى بعد اسبوع ايه اللي حصل فيها، ونشوف هل الطريقه دي فعلا جابت نتيجه، النمو الخضري زاد والتفريع فيه زاد ولا لا. ده كده شكل النبات بعد اسبوع من الطريقه اللي احنا عملناها. احنا اشتغلنا بالعمال، نيمنا
النبات زي ما احنا قلنا وضحنا في اول فيديو. ودي كانت النتيجة بتاعة الشغل بعد اسبوع. ايه اللي حصل؟ ما شاء الله النمو الخضري بدأ يملى النبات. الشجرة ما عليتش معانا خالص. بدأ التفريع اللي احنا قلنا عليه اللي هو السيادة الجانبية بدأ ادي طول الفرع ما شاء الله اهو. وادي الفروع التانية اهي. عند كل النبات بدأ يفرع. ادي النبات ادي فيه فرع 2 3 ولسه فيه صغير طالع اهو 4 5 6. هنا القمة زي ما احنا قلنا القمة هنا بتقف ويبدأ التفريع الجانبي يبدأ يشتغل زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بدون رش حاجات للتفريع او مركبات للتفريع. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة ونتائجها ممتازة. النمو الخضري زي ما حضراتكم شايفين النبات كله اهو الخط كله ملا الزرع. بدل ما عالي لا النبات كله واطي. النبات كله مفرع. ده كله كل ما نزود تفريع كل ما نزود عدد الازهار وبالتالي الازهار لما بتزيد بيزيد معانا كمية الانتاج في الفدان. طريقة سهلة وبسيطة ونتائجها زي ما حضراتكم شايفين خلال اسبوع بحجم الخط عامل ازاي. طبعا احنا سمينا تسميد العادي الطبيعي بتاعنا بس كل الفرق او كل الاضافات اللي احنا عملناها اللي احنا نيمنا الشتلة علشان الفروع الجانبية تعلى زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. في حاجة مهمة جدا بس كل ما نكون الشتلة تنام بدري بيكون النمو الخضري بيبقى اقوى ويكون معدل التفرعات او النموات الجانبية زي ما حضراتكم شايفين بتبقى اسرع واكتر والتزهير بيبقى فيها مع بعض. بيكون الكمية الانتاج عندك كمية الانتاج موحدة وشكل الثمرة نفسه موحد وحجم الثمرة قريب اوي من بعض. فالتاجر لما بيجي يشتري عايز غالبية الثمار تكون مع بعض علشان ما يطولش في الارض. ودي نقطة مهمة جدا في الطريقة دي. وادي بايد الخط زي ما حضراتكم شايفين النموات الخضرية الخط كله ما شاء الله فروع زادت فيه والنمو الخضري زاد فيه. يعتبر معدل اليوم بيومين بعد ما نيمنا الشتلات او فردنا شتلات في الارض يعتبر اليوم بيومين زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي الخطوط كلها احنا بس الخطوط كلها متغطية. احنا كشفنا بس الجزء ده بس عشان نشوف الفرق في المعاملة نفسها او الطريقة نفسها اللي احنا عملناها هل جابت نتيجة ولا ما جابتش. وكده انت حضرتك تحكموا بقى هل تشتغلوا بالطريقة ديت ولا تشتغلوا بالرش العادي. وبكده نكون خلصنا الفيديو. ولو عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.